السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنائي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا وسهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. النهاردة هنحل مع بعض تقييم الوحدة الأولى، نموذج الكتاب المدرسي وكمان سلاح التلميذ صفحة 100 و101 و102 و103، سلاح التلميذ لغة عربية الصف الخامس. يا ريت يا حبايبي ما تنسوش حطوا لنا لايك للفيديو، عندك كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الأحمر اضغط عليها، وبكده تكون اشتركت في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات وحل التقييمات الأسبوعية المدرسية، وبنحل كمان الكتب المدرسية. إن شاء الله تستفادوا كتير جدا. السؤال الأول صح وخطأ. بيؤدي الخوف من الفشل إلى تسهيل الوصول إلى الحل. تقول له خطأ. تحديد المشكلة بدقة هو أول خطوات الوصول للحل المناسب. صح. ما أهم الصعوبات التي تواجهنا عند حل المشكلات؟ هتقول له صعوبة فهم المشكلة ونقص المعلومات وضيق الوقت. صعوبة فهم المشكلة ونقص المعلومات وضيق الوقت. التعبير الكتابي: اكتب رسالة رسمية إلى أمين المكتبة بتخبره فيها بمشكلة نقص بعض الكتب وأن لديك الحل لهذه المشكلة. هتقول السيد الأستاذ أحمد أمين، تحية طيبة وبعد. أود أن ألفت انتباهكم إلى مشكلة نقص الكتب الهامة في المكتبة والتي تؤثر على الخدمات الهامة للقراء. نقترح حل لهذه المشكلة: إجراء مسح دوري للكتب المتاحة وتحديد الاحتياجات والتواصل مع دور النشر والموردين لشراء الكتب الناقصة وتشجيع القراء على التبرع بالكتب. شاكرين لكم حسن تعاونكم. مقدمه لكم أحمد محمود. خلاص. القراءة المتحررة: الماء هو سر الحياة وعلينا جميعا أن نحافظ عليه وألا نهدره، وأن نستخدم الماء بحكمة وننشر هذه الفكرة بين الناس. ويمكننا تغيير عاداتنا إذا تعلمنا طرق بسيطة لترشيد استهلاك الماء، مثل إغلاق الماء أثناء تنظيف الأسنان وعقب الاستخدام أو استخدام الماء بحذر في ري النباتات. ويمكننا معا أن نصنع فرقا كبيرا وبنحمي هذا الكنز الثمين للأجيال القادمة. مرادف عقب يعني بعد، مضاد ترشيد عكسه إسراف. الحفاظ على الماء للأجيال القادمة مسؤولية مين؟ هتقول له مسؤولية الجميع. كيف يمكننا أن نحدث فرق كبير في الحفاظ على الماء؟ هتقول له من خلال تغيير عاداتنا إذا تعلمنا طرق بسيطة لترشيد استهلاك الماء، مثل إغلاق الصنبور في أثناء تنظيف الأسنان. يبقى من خلال تغيير عاداتنا إذا تعلمنا طرق بسيطة لترشيد استهلاك الماء، مثل إغلاق الصنبور في أثناء تنظيف الأسنان. دي صفحة 100 يا بطل. يلا بينا على صفحة 101. 101 بيقول لك هنا مرادف البهاء. البهاء اللي هو الجمال. كلمتين مترادفتين. هتقول له فرحا وسعيدا. ماذا يجني المصريون من خيرات النيل؟ هتقول له أطيب الغلال، أو ما يطيب من الغلال. أطيب، سنجني ما يطيب من الغلال، يعني أطيب الغلال. القواعد النحوية: بيهدد تلوث النيل صحة الإنسان. أنا عندي تلوث دي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ويشكل خطر على البيئة، ولمكافحة هذه المشكلة يجب تكاتف الجهود وأن تطبق الحكومة القوانين وأن يدرك المواطنون أهمية. يدرك المواطنين فاعل وبعدها فاعل، يبقى إذا فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، الكلمة آخرها واو ونون، جمع مذكر سالم آخرها ألف ونون يبقى مثنى، آخرها ياء ونون برضو تبقى مثنى، آخرها ألف وتاء يبقى جمع مؤنث سالم. استخرج مفعول به مفرد. هتقول له صحة، ودي علامة إعرابه الفتحة. مفعول به جمع تكسير. القوانين علامة إعرابه طبعا منصوب بالفتحة. أكمل بمفعول به مناسب واضبط آخره. أرتب. هتقول له أرتب الكتب في المكتبة. الفاعل أصلا هنا ضمير مستتر تقديره أنا. أرتب أنا. الفاعل مش موجود، هو مستتر يا شباب. مين اللي هيرتب؟ أنا اللي هرتب. هرتب إيه؟ هرتب الكتب. يبقى إذا الكتب ده مفعول به. طيب قاعد كتابة العبارة بعد تصحيح الخطأ: يسبب التلوث خطر على البيئة. خطرا، هي مقصود هنا خطرا مش خطرا، لأنها هنا مفعول به يبقى خطرا أهي يا شباب. كده احنا حلينا التقييم الاول على الوحده الاولى. تعال نحل مع بعض تقييم سلاح التلميذ. بيقول لك صح وخطا. ذهبت الاسره في رحله الى مدينه اسوان. صح. فيضان النيل بيحدث مره كل شهر. خطا. بنى المصريون السد العالي ليحميهم من اضرار الفيضان. التعبير الكتابي: اكتب رساله رسميه لوزير الموارد المائيه والري بتقترح عليه حل مشكله تلوث نهر النيل مراعين عناصر الرساله الرسميه. هتقول السيد الاستاذ وزير الموارد المائيه والري. تحيه طيبه وبعد. نود أن نقترح حلول لمشكلة تلوث نهر النيل، ومنها تطوير محطات معالجة الصرف الصحي وتطبيق قوانين صارمة لمنع التلوث الصناعي والزراعي وفرض غرامات على المخالفين
وتوعية الجمهور بتنظيم حملات توعية حول أهمية الحفاظ على نظافة النهر. شاكرين حسن تعاونكم، وتمضي وتقول اسمك. القراءة المتحررة، اقرأ ثم أجب. نهر النيل سر حياة المصريين منذ آلاف السنين، فهو المصدر الرئيسي لمياه الشرب والزراعة، وهو أطول نهر في العالم، بيبلغ طوله أكثر من 6000 كيلومتر. يبدأ من بحيرة فيكتوريا في شمال إفريقيا وبينتهي في مصر، وبذلك يطلق على مصر دولة المصب، لأن النيل بيصب مياهه فيها. وأن نهر النيل منذ القدم لم يجلب للمصريين إلى الخير، وهو الآن بيعاني من مخاطر التلوث ومن نقص كمية المياه التي تأتي إليه كل عام، وهذا يستلزم منا أن نقف بجواره كما وقف بجوارنا على مر العصور. يبلغ بمعنى يصل، مضاد يجلب، عكسها يمنع. طيب صح وخطأ. يبدأ نهر النيل من مصر وينتهي في بحيرة فيكتوريا. خطأ. المحافظة على نظافة نهر النيل مسؤوليتنا جميعا. أيوة صح يا شباب. ماذا يجلب النيل للمصريين ومما يعاني الآن؟ النيل بيجلب ايه للمصريين؟ هتقول له بيجلب لهم الخير وبيعاني من مخاطر التلوث. النيل بيجلب لنا الخير ويعاني من مخاطر التلوث. دي صفحة 102 يا حبايبي. يلا بينا على صفحة 103. صفحة 103 النص الشعري: أيها النيل سلام أنت رمز النماء، لم نذق عسرا وضيقا لا تباري في العطاء، تحمل الخير لأهل تحمل الخير لأهلي، دمت رمزا للبهاء. اختر الإجابة الصحيحة. مضاد البهاء عكس القبح. صح وخطأ. بيدعو الشاعر النيل إلى الوقوف بجوار مصر وقت الضيق. تقول له خطأ. نهر النيل رمز للعطاء والجمال. صح. استخرج من الأبيات كلمتين بينهم ترادف، فأنت هتقول له عسرا وضيقا، دي بينهم ترادف. قواعد النحوية، اقرأ الفقرة ثم أجب. تعرف مصر أهمية كل قطرة ماء، لذلك يدعو المسؤولون أبناء الوطن المحافظة على مياه النيل من التلوث، وتحرص الدولة على أن يرشد الجميع استهلاك المياه. أهمية مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. المسؤولون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب أنا عايزة هنا بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. كلمة أبناء مفعول به منصوب وعلامة نصبه إيه؟ هتقول له الفتحة. كلمة الجميع هتقول له علامة رفعها الضمة. يرشد الجميع، يرشد فعل مضارع، يرشد فعل مضارع، والجميع هنا ايه؟ هتقول له فعل مرفوع علامة رفعه الضمة. اجعل الفاعل في العبارة مرة مثنى ومرة جمع. هتقول له يزرع الفلاحان الأرض، وعايزة اخليها جمع يبقى يزرع الفلاحون الأرض اهي. يزرع الفلاحان الأرض دي مثنى، لو عايزة اخليها جمع يبقى يزرع الفلاحون الأرض. نيجي للسؤال الأخير: صوب ما تحته خط. نهر النيل بيحتاج إليكم. أنا عندي النيل تكتب بهذا الشكل، ألف ولام، ألف وصل طبعا، وإليكم تكتب بهذا الشكل. أبناء الوطن أوفياء. أنا عندي أبناء فيها همزة قطع، وكلمة الوطن برضو ألف وصل. لم ألوث ماء النهر، ألوث فيها همزة قطع، والنهر دي ألف وصل. كده حبايبي احنا وصلنا لنهايه الفيديو. حلنا مع بعض تقييمات الوحده الاولى من سلاح التلميذ لغه عربيه الصف الخامس. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش يا حبايبي تحطوا لنا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. بالتوفيق والنجاح، مع السلامه.